لو بدأت معاكم اللي حصل فجر النهاردة، استشهاد النقيب إبراهيم صفا معاون مباحث صان الحجر في الشرقية، وأيضا إصابة أمين شرطة وحالته ليست بخير. تم نقله لمستشفى الحسنية العام بعد تعرضهم لإطلاق النار. ده الضابط، والحقيقة يعني ده النقيب إبراهيم صفا معاون مباحث صان الحجر في الشرقية، وده اللي استشهد فجر اليوم. أعتقد إحنا محتاجين الصورة دي تملى عينينا شوية علشان نبص مين اللي بيقتل ورد الجناين في مصر، مين اللي من اللحظة الأولى كان هدفه كسر الدولة الوطنية المصرية في عمودها الفقري في أجهزة أمنها. هل الضحكة دي اللي هتتحرم منها واتحرمت منها فعلا؟ أنا معرفش وصلها الخبر ولا لا. أرجو أن ما أكونش أول حد بيوريها صورة ابنها اللي فقدته. خلوني أقول لحضراتكم أن بعض شهود العيان بيقولوا أن هذا الضابط استشهد أثناء توجهه لقرية عزبة زكي لضبط أعراب هاربين من السجن. خلونا نعرف طيب إيه التفاصيل المتاحة من اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية. سيادة اللواء، بعد بطبيعة الحال البقية في حياتك ويعني البقية في حياة مصر في كل ورد الجناين اللي بيروح، يعني سامحني ممكن اللحظة تكون قاسية، لكن أنا محتاجة أعرف بعض التفاصيل المتاحة حتى لو كان الوقت شوية مبكر. هو طبعا بقاء قدام لله طبعا. سيادة في شهيد مصر الملازم أول إبراهيم صفا. اتفضل، أنا سامعة حضرتك. سيادة اللواء استأذنك لو نوطي التلفزيون. وقتي. اتفضل. زميلنا ابراهيم صفا كان نازل في مأمورية تنفيذ احكامه هو وضابط زميله ومجموعه من الافراد الشرطه السريين ومجموعات في الامن المسلحه، وهم في مأمورية لتنفيذ الاحكام جالهم بلاغ عن مشاجره واطلاق اعينه ناريه بين طرفين بسبب خلاف بينهم، نزاع ما بين عيلتين، وتم اطلاق اعينه ناريه بين الطرفين. توجهوا لمحل المشاجره وتم ضبط العديد من الاشخاص واصطحابهم لتحرير المحضر. عقب ذلك تبلغ لهم مره اخرى بانه احد اطراف المشاجره دي رجع ناحيه البيت وبيضرب اعينه ناريه في الهواء بطريقه عشوائيه. توجهوا صوب المنزل، الا انه بادرهم باطلاق الاعيره الناريه مباشره، فاصيب النقيب الشهيد باصابه ادت الى وفاته. الحقيقه ده طبعا، وفي معانا رقيب سري اصيب بطلقتين في دراعه اليمين، ونقل من مستشفى الحسنية من مستشفى صان الحجر إلى مستشفى الزقازيق، وحاليا في العناية المركزة. عايز أقول إن مصر كل يوم بتفقد الشهداء من الشرطة، وده قدرنا، وإحنا يعني صابرين ومتحملين هذا الكلام في سبيل إن شاء الله إن إحنا نعدي بلدنا. إحنا بنواجه كل يوم الموت، سواء ولادنا ضباط صغيرين دول. يعني عند حضرتك حق بطبيعة الحال، بس خليني كمان استوضح، لانه اللي فهمته من حضرتك ان ده مش على خلفية سياسية ولكن لخلاف عائلي، صحيح؟ لا، ما هو فيش خلفية سياسية في هذا الموضوع على الاطلاق، دي خلفية جنائية. جنائية. ناس الضباط بتاعتنا بتنفذ القانون وتنتشر في ربوع مصر كلها علشان تنفذ القانون. يعني انا عايز اقول لحضرتك، يعني واحنا بنتحرك في الفجر، انا بتكلم ان احنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه ضباطنا بيتحركوا ليل مع نهار في كل المناطق وكل ربوع جمهوريه مصر العربيه لتحقيق رساله الامن. احنا معرضين كل يوم لقتل بيقع مننا وشهداء بيقعوا مننا، نحسبهم عند الله احياء ان شاء الله، ان شاء الله، ونحتسب الفقيد عند ربنا. بس انا هنا محتاجه اسمع من حضرتك سياده اللواء فكره السلاح اللي في ايد مدنيين.
يعني إصابة الملازم إبراهيم صفا، الإصابة دي خارجة من سلاح. مظبوط. طيب ده معناه إن السلاح ده موجود في إيد مين؟ في ايد خارجين عن القانون، والسلاح طول عمره كان فيه خارجين عن القانون. ايوه في الفتره اللي فاتت دي زاد كميه السلاح المهربه الى داخل مصر، وده الاهداف السياسيه منها اشاعه الفوضى داخل مصر. انما احنا كجهاز الشرطه بيتصدى لهذه الظاهره على مستوى الجمهوريه، بيسقط مننا. انما نحن ان شاء الله صابرين محتسبين عند الله شهدائنا، مكملين ان شاء الله علشان رفعه بلدنا باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد اللواء سامح الكيلاني مدير امن الشرقيه.